في الجزء اللي فات كنا بنحاول نفهم شوية سلوك الإنسان، وبدأنا نشوف إن السلوك اللي بيعمله الإنسان بيبقى فيه عاملين بيأثروا على السلوك اللي هو بيعمله. أول عامل الجانب الديسبوزيشنال أو الجانب التكويني المرتبط بالشخصية وسمات الشخصية، والجانب التاني سيتويشنال مرتبط بالموقف والبيئة والمجتمع اللي الشخص ده موجود فيه. واديت مثال بسيط إن ممكن الشخص الجانب الديسبوزيشنال أو التكويني بتاعه ما عندوش انكزايتي، ما عندوش قلق، ولكن لما بيتحط في مجموعة معينة من الناس اللي دايما بينتقدوه، دايما بيشاوروا على الأخطاء بتاعته، بيكون انكشس، بيكون متوتر. وإن من المهم إن الشخص في الموقف دي ما يفكرش بشكل قطبي لا أبيض ولا أسود، ولكن يفكر بشكل دايلكتيكال أو بشكل جدلي، إن أي سلوك هو بيعمله بيقع تحت الجانبين، الجانب الديسبوزيشنال والجانب السيتويشنال. لا ان الشخص ده يبدا يلوم نفسه ان انا شخص انكشس وهي دي المشكله ان انا مش عارف اتعامل مع الناس، ولا انه يرمي كل الحمل على الناس اللي حواليه ان هم المشكله في السلوك اللي هو بيتصرف بيه. فبيبدا يجمع الاثنين على بعض عشان يشوف الصوره بشكل اوضح. في الجزء ده هتكلم اكتر عن الجانب السيتويشنال، ازاي المجتمع اللي احنا موجودين فيه، البيئه اللي احنا موجودين فيها بتاثر على السلوك اللي احنا بنعمله. احنا اتفقنا ان السلوك اللي احنا بنعمله متأثر بجانب سيتويشنال او جانب موقفي، او ممكن نوسع الدايره اكتر ونتكلم ان هو متأثر بجانب اجتماعي او مجتمعي. لو فككنا التأثير ده ممكن نفككه لثلاث حاجات. اول حاجه سوشيال رول او دور مجتمعي، دوري انا في المجتمع في الموقف ده هو ايه، وهبدا اشرح ده اكتر بعدين. تاني حاجه ممكن نقول عليها سوشيال نورم او عرف مجتمعي، ايه اللي متعارف عليه مجتمعيا للدور الاجتماعي ده. وتالت حاجه ممكن نسميها سكريبت او النص، ايه النص اللي المفروض الفرد يبقى ماشي عليه بناء على الدور المجتمعي بتاعه والعرف المجتمعي للدور ده. اعتقد من اللي انا حكيته واضح ان الثلاثه دول مرتبطين ببعض، يعني الثلاثه دول ممكن نضغطهم على بعض ونسميهم تاثير مجتمعي. تعالوا ناخد كام مثال عشان الثلاث حاجات دول يبقوا واضحين. انا مثلا شغال في شركه، فالدور المجتمعي هنا عامل في الشركه المعينه. فالسوشيال نورم او العرف المجتمعي لكونك شخص شغال في شركه مثلا ان انت بتروح بلبس معين، ان انت بتتكلم بشكل معين. يعني مثلا ما ينفعش ادخل الشركه وانا لابس فانيلا بحمالات، فانا بلبس لبس بيتماشى مع الشغل ده في الشركه، بتصرف بشكل يتماشى مع الشركه دي، وحتى في طريقه كلامي ببقى ماشي على سكريبت يتماشى مع البيئه او السيتويشن او الموقف اللي انا محطوط فيه. نفس الشخص ده لما يرجع البيت بقى السوشيال رول او الدور المجتمعي بتاعه مختلف تماما. يعني مثلا لو هو اب، فدور المجتمعي لما يروح البيت هو اب، الطريقة اللي بيتكلم بيها، اللبس اللي هو لابسه، السكريبت اللي هو ماشي عليه هو مختلف تماما عن الشغل اللي هو موجود فيه. ولو أخدنا مثال أعمق شوية ممكن نبص على الراجل والست، هتلاقوا ان المجتمع حاطط سوشيال رول للراجل وسوشيال رول للست، وسوشيال نورم للراجل وسوشيال نورم للست، وسكريبت للراجل وسكريبت للست. الراجل دوره المجتمعي ان هو راجل، معناها ان في عرف مجتمعي للراجل، معناها ان في سكريبت الراجل ده المفروض يمشي عليه، ونفس الحاجه للست في بعض المجتمعات طبعا. فبتبدا تلاقي سلوك الفرد في المجتمع بيختلف، سلوكه متأثر بناء على السوشيال رول والسوشيال نورم والسكريبت الموجودين في البلد والثقافة اللي هو موجود فيها. وهنا من الأمثلة اللي أنا طرحتها بدأ يبقى واضح بالنسبة لنا إزاي السلوك اللي بيعمله الفرد هو متأثر بشكل كبير قوي بإزاي المجتمع وإزاي الثقافة حددت الثلاث حاجات دول، السوشيال رول والسوشيال نورم والسكريبت لشغلانة معينة أو لجندر معين أو لمهنة معينة. مهنة هي شغلانة، إيه العبط ده؟ فهنا تاني واحنا بنحدد سلوك الفرد انا محتاج ابص على الحاجتين دول، محتاج ابص على الجانب التكويني للشخص ده، محتاج ابص على السيتويشن او الموقف اللي هو موجود فيه.